وعشان مش كل الأطفال شبه بعض وشخصياتهم مختلفة، فلازم نتعامل مع كل طفل بالطريقة المناسبة ليه ولشخصيته. كتير من الأهالي ما بتديش اهتمام كبير لأسنان أطفالها اللبنية، على أساس يعني إنه يا دكتور هيغيروا، يا دكتور شوية وهيقعوا، يا دكتور دي مش أسنانهم الدايمة. بس الحقيقة إنه أي حاجة هنعملها للحفاظ على أسنان أطفالنا اللبنية هي في الأساس الخطوة الأولى للحفاظ على أسنانهم الدايمة. مش بس كده، صحة أسنان أطفالنا بتضمن لهم تغذية جيدة، بتحسن من نطقهم للكلام بشكل مظبوط، وده طبعا بيزود من ثقتهم بنفسهم. أول زيارة للطفل عند طبيب الأسنان بتبقى تقريبا هو عند 6 شهور أو مع ظهور أول سن لبني عند الطفل. الزيارة دي مهمة جدا، بنبدأ نشرح للأم فيها إيه هي أعراض التسنين ومشاكله وإزاي تقدر تخفف على طفلها آلام والمشاكل دي. نبدأ نعلمها الطريقة اللي تقدر تهتم بيها بسنان طفلها، وإيه هي العادات الغذائية السيئة اللي المفروض تتجنبها عشان تحمي ابنها من nursing for the case أو ما يعرف بتسوس الرضاعة. وعشان مش كل الأطفال شبه بعض وشخصياتهم مختلفة، فلازم نتعامل مع كل طفل بالطريقة المناسبة ليه ولشخصيته. ما ينفعش أعملهم كلهم بنفس الطريقة، عشان دايما زيارة دكتور الأسنان تفضل بالنسبة لهم تجربة ممتعة ولذيذة ما فيهاش أي خوف أو قلق. أحيانا بنلجأ لعلاج أسنان الأطفال تحت تأثير البنج كلي في حالات معينة، زي إن الطفل يكون عمره صغير أو إن الطفل يكون عنده حساسية من البنج الموضعي وغيرهم كتير من الأسباب، وده بيضمن لنا علاج آمن للطفل بأفضل كواليتي ممكنة. نفسية الطفل أثناء العلاج ما بتقلش أهمية أبدا عن جودة العلاج نفسه، وعشان كده في مركز الطوارئ بنتعامل مع كل طفل بالطريقة المناسبة ليه ولشخصيته اللي تخليه دايما مبسوط ومش خايف من دكتور الأسنان.